ازيكم يا جماعة؟ ربنا يكتبها لكم يا رب، يكتبها لكل مشتاق، اللهم امين. وصلت نشوة بقى ان شاء الله وتوصل بالسلامة وربنا يتقبلها مني. ازيك يا حاجة نشوة؟ ازيكم عاملين ايه؟ قاعدة في المسجد بتاع المطار. عقبالكم كلكم يا رب اللهم امين يا نشوة. ربنا ما يفرق بينا ابدا. يا رب اللهم امين. طبعا النهارده عاوز اقول لك كلمتين. طبعا يا نشوة مش متعودة مني الكلام ده، بس هو فعلا كل واحد لازم ياخد حقه. اول مرة نشوة يعني تسيبنا المدة دي، احنا متعودين بنروح العمرة سوا. فموضوع الحج يعني بالمناسبة اللي بيسأل انا ما طلعتش الحج معاها ليه، اقسم بالله يا جماعة احنا المفروض كنا طالعين سوا ومرتبين لها وعاملين حسابنا الحمد لله ان احنا طالعين سوا. فالمهم فجينا قبل الميعاد، نشوى شكينا ان هي حامل، حتى الدكتور اكد لنا ان هي حامل بالتليفون، قلنا له الاعراض وكده، فاقتنعت 100% ان هي حامل. ما عدناش تواصلنا مع اللي طلعونا الحج ولا حاجه. فقامت صاحبه الشركه قامت حاجزه لنشوى، دفع لها التقديم، كانت حج قرعه، قامت دفع لها الاشتراك اللي هو بتاع الحج القرعه 30,000 او حاجه زي كده، واتقبلت. يعني قبل ما تتقبل ده بقى انا هتقدمي لي ما اعرفش ايه، احنا كنا يعني اتلهيت في نفسي خالص وكبرنا دماغنا. فالمهم فوجئنا اتلاقيناها بتقول ده انا قدمت لك في الحج يا نشوى. والاغرب انها اتقبلت، يعني صاحبه الشركه بتقول والله انا مقدم ال 40 فرد، شخص واحد وواحده، والله العظيم نشوى اللي اتقبلت فيهم. يا سبحان الله، هو ربنا عاوزها في الحج. اني ما كانليش نصيب السنه دي، وخير لعله خير برضه. فربنا يرجعها لنا بالسلامه ومتعها بالحجه بتاعتها، عشان والله نشوى تستاهل كل خير، مش كل خير، تستاهل الخير كله حقيقه. والله هي ما تعرفش ان هعمل فيديو وهتستغربوا، عشان انا مش من طبعي ان يعني احب اشكر فيها وكده، يعني بيبقى اللي في القلب في القلب، عشان انا ما شفتش منها الا كل احترام. والله ما شفت منها غير كل احترام. لما بنمشي في الشارع واشوف حب الناس لها والبنات والستات ويقولوا لها احنا بنتعلم منك حاجات كتير، انت حببتنا في كل حاجه بتعمليها، حببتنا في الطبيخ، شجعتنا على شغل البيت، احنا بسببك رحنا العمره. انا لو قعدت اتكلم على محاسن نشوه انا مش هخلص النهارده. فانا من جواتي انا ببقى فخور ومبسوط. وخلي بالكم والله ما بقول لها، يعني ده حاجات الواحد بيحسها وبيلمسها، بس ما برضاش اقول لها عشان احسسها ان هي دي طبيعتها وان هو ده العادي اللي بيحصل. الناس ممكن يقولوا انتوا بتروحوا عمره كتير ليه؟ أنا متعلق بالعمرة، بس ما جيش والله العظيم 1/1000 فيها. بحب العمرة بس ما جيش 1/1000 فيها. لا، هي برمجتها في دماغي. والعمرة دي أنا لما بروح لها كل الأبواب المقفولة بتتفتح لنا، بروح أهدي أعصابي، بروح. هي دماغها كده وجابتها كده، وهي صح والله، هي صح. ممكن ناس كتير يختلفوا، بس هي صح. هي حابة الشيء ده حاجة كويسة فبتعملها. بلاقي الناس بسيطة مجرد قاعدين على رصيف في الشارع أو بيعملوا مصلحة، بيبيعوا حاجة بتاع، والاقيها وانا قاعد سايق كده وتنزل من العربية تجبر بخاطرهم من غير ما الناس ما يعرفوهاش. الحاجات دي انا ببقى قاعد ملاحظها وما بقولهاش شاطرة ولا حاجة، حسسها ان ده الطبيعي وده اللي اي حد بيعمله. عشان انت لو حسست حد اللي بيعمل ده حاجة كبيرة هيبدأ يقل فيه. لا، انا خلينا زي الناس. العظيم انا فعلا بشكرها وبكن لها كل ادب واحترام. لما بلاقيها كل شهر ابواب معينة كده، مش مثلا شهر تيجي تقول لا انا هكسل عشان احنا علينا كذا وكذا وكذا، كل شهر الاولويات 1 2 3 انا هعملهم، وبعد كده اللي هيفيض ده بتاعنا وكده. ما جاتش شهر وكسلت، لازم اشكرها. بلاقي فلوسها وشغلها حاطاه قدامي وسايبه مثلا فيزيتها تحت ايدي في شنطتي ومأمنانة على الحاجات دي، لازم اشكرها. لما بنروح نعمل اعلان لحد او حد بيبعت لنا حاجه البيت هي تعمل لها اعلان، والناس يجربوا المنتج ده ايا كان بقى، ملابس، اكل، اي حاجه، ويتعاملوا مع الشخص وتطلع نشوه صادقه فعلا. الزبون اللي اشتري مبسوط، والراجل اللي احنا عملنا له الاعلان او الست اللي نشوه عملت لها الاعلان مبسوطه وربحت وكسبت من ورا نشوه وبتبعت لها تشكرها وتدعي لها، انا ببقى مبسوط. ليه؟ بتراعي ربنا في شغله. اما بتعمل اعلان اقسم بالله العلي العظيم قبل ما نروح الاعلان تكون قالت الاذكار دي وهي قاعده في العربيه وانا ببقى سامعها، وبرضه زي ما قلت لكم ما التفتش ليه، وتدعي وتتصل بالادمن، والنبي معلش يا ادمن اعمل الحلو كله، عايزين الاعلان ده، عايزين صاحب او صاحبه المنتج ده ينجح، عايزينه يكسب. انا اخده منه فلوس او اخده منه مثلا هدوم او كذا او كذا، فانا عايزاه
يدعي لي، عايزه ينجح، عايزه يكسب من ورايا. اعلان او نروح مطعم او حد يبعت لنا حاجه ويطلع المنتج مش حلو، سواء اكل او لبس، مش مثلا زي بشوفها زيها زي باقي القنوات يقولوا حلو وخلاص. لا اقسم بالله العظيم احنا ساعات نشوى بتجيب مثلا اكل، او نروح مثلا تعمل اعلان لحاجه، مثلا على سبيل المثال الاكل، تلاقينا الاكل مش حلو وما يليقش بالناس، نقوم حاسبين على الاكل. والله العظيم زي ما بقول لك، نقوم حاسبين على الاكل ونتصل بصاحب المنتج ده، نقول له لا والله مش هنقدر نعلن عنه، من غير ما نكسر بخاطر بقى نقول له حاجتك وحشه ولا حاجه، بس هو وصلته الفكره والمعلومه. لما بلاقي نظره الناس ليا بكل ادب وبكل احترام، ان زوجتك ديت حاجه مشرفه لدمياط بلدنا، او مثلا لما يعملوا مؤتمر وعايزين نشوة تروح فيه، هي تملي بتعتذر يعني عشان ما بتحبش، هي يعني هي في نوعيه معينه ما بتحبش تتحط فيها يعني، ويقولوا لنا انتوا واجهه مشرفه لنا، انتوا ناس محترمه، عيالكم مؤدبين، مربيين ولادكم، انتوا كويسين. انا ببقى مبسوط وفرحان ليه اكتر من ما هي فرحان. والله لما بلاقي اسره بيقولوا لنا، انا لما بلاقي بناتي او زوجتي بيتفرجوا على مدام نشوى، انا ببقى مطمن واسيبهم حتى لو يفضلوا طول الليل والنهار يتفرجوا عليكم. ليه؟ عارفين ان انتم مش هيطلع من بقكم لفظ يخدش حياء بنتي او ابني او زوجتي او كده، فطول ما هم بيتفرجوا على مدام نشوى او عليكم، لا انا ببقى مطمن. فدي دي بتريحني نفسيا جدا. الحاجات دي بقول لكم عليها دي بتتقال يعتبر يوميا، بنقابل الاوضاع دي يوميا. لما بلاقيها عامله فيديوهات ولاقيها ما بتعملش مناظر مقرفة أو تاكل بطريقة مقرفة أو تعمل أي لقطة، المهم إن هي تعمل قلق وشو عشان الناس يخشوا يشوفوا الفيديو، أنا ببقى مبسوط منها. وأهم حاجة اللهم لك الحمد ولك الشكر فيه، لما أبقى قاعد على اليوتيوب وأقلب على الفيديوهات مثلا، وقابلني أختين أو أخين أو أخ وأخت، كل واحد بينهش في لحم التاني وبيغلط وألفاظ ما أنا راجل أقسم بالله ما بحب أسمعها، وتتلاقون بينهشوا في بعض، وفلان صفته وفلان نعته وفلان عرضه وفلان، وكل واحد بقى يحل في التاني ويفتعل حاجات ما حصلتش عشان يكسب التاني ويكسب تعاطف المشاهدين. والحكايه الجديده الداعمين اللي بيبداوا يبعتوا لفلان عشان يقل ادب اكتر ويكسب مشاهدات اكتر. باجي ابص الاقي احنا عمرنا اللهم لك الحمد ما خرجتش مننا الكلمه دي ان احنا نقول لفظ وحش او نفتعل. خلي بالكم من نفتعل دي مشاكل عشان نكسب المشاهدين ونشدهم لنا. بقول الحمد لله عشان هو ده مجال نشوى مش مجالي، انا مش بتاع يوتيوب ولا ليا في الحاجات دي، مؤخرا دخلت معاها فيه، انما هي دي مش مهنتي، هي دخلتها وربنا وفقها ونجحها عشان نيتها صافيه، انما هي مش شغلتي. في جزئيه من الناس يكون يقول لك ايه راجل يقعد يشكر في زوجته كده، انا معاك، ده مش مبدئي، والله مش مبدئي واتحرج جدا، بس هي فعلا انا لازم اشكرها. جايز اللي معاك ما ينفعش تشكرها، بس نشوى تحديدا لازم اشكرها. انا ما شفتش منها الا كل حاجه حلوه، طولت رقبتي، خلت رقبتي طول كده قدام اي حد في الدنيا، عملت لنا حاجات حلوه كتير كتير فوق ما تتخيل، فلازم اشكرها. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فانا بشكرها يعني، ربنا يكبر بخاطرها ومتعها بالحج. انا لو كان ينفع اصور لكم ابن نشوى ده قبل ما تطلع الحج في طريقنا، يعني بدايه من بيتنا للقاهره حوالي مثلا 3 ساعات، دول عيط وانا سكت فيها وراضيها واهزر واقعد استهيف عشان تضحك وبتاع، فهي راحه المشوار ده مفتقداني بطريقه، بس والله كان خارج ارادتي وارادتها، ونشوى عارفه وشركه العمره عارفه، شركه اللي مطلعها الحج كانت هي جت فجاه كده، هو ربنا قال لها تعالي خدها وداها الحج، مش مكتوبه لك يعني، انا بقول لك اهو احنا كنا عاملين حسابنا وطالعين، بس هي الحمد لله. فخير لك لنا يا نشوى يا رب، ويديك الصحة وخليك على مبدأك وما تتغيريش، وتفضلي من الأحسن وفي تقدم تملي لغاية ما تفرحي. اللهم آمين يا رب. لما يبقى حد مزعلنا وحصل بسببه مشاكل كتير وتعب نفسيتنا كتير، ونشوى تروح هي اللي تصالح وهي اللي تراضي، لا يبقى لازم أشكرها فعلا. أنا معاكم إن هو فيديو غريب ومفيش، يعتبر 99% من الرجاله ما يرضوش بوضع زي ده، وانا اقسم بالله معاكم وبأيدكم، بس فعلا انا كنت لازم اعمل كده. انا مقتنع بالفيديو ده تماما تماما، هو مش شبهي ولا كده، بس لازم اعترف باللي انا قلت ده
قدام ربنا وقدامها هي، قدام الانسانه دي.